لأنه في طول الوقت اللي فات أنا سددت أسئلة كثيرة ووجهت بالصمت العميق، وبدل من الرد على الأسئلة بتاعتي كان الإجابات حول قضايا هامشية. قول لي ما عنديش وقت، اديني معلومات اللي عندك. نعم. هل تستطيع أن تتصور جنابك وجميع المشاهدين والسامعين الآن من الأقباط كم عدد الأقباط الذين تركوا المسيحية بجملتها خلال هذه الحقبة من الزمن؟ إلى أين ذهبوا؟ الغالبية العظمى تركوا المسيحية وأشهروا إسلامهم، والنسبة الأقل تركوا الكنيسة الأرثوذكسية وهربوا إلى الطوائف الإنجيلية بحثا عن الرعاية الروحية التي افتقدوها. ده خلال قد إيه ده؟ خلال حقبة طولها 36 سنة. يعني أنت بتركز على البابا شنودة وفطرته؟ أنا ماليش دعوة بشخص البابا شنودة. معلوماتك من إيه؟ أنا ليا دعوة بواقع شعبي اللي أنا عايز أقدم له خدمة. هذا السي دي اللي هديه لحضرتك هو تسجيل صوتي لاجتماع اللجنة التي رأسها الأنبا بخوميوس مطران البحيرة، وحضرها الأنبا موسى صديق العمر الفاضل، وحضرها أنبا موسى أسقف الشباب. أسقف الشباب. دلوقتي أنبا موسى بيقف قدام الميكروفونات يقول لك إصلاح إيه اللي بتقولوا عليه؟ الكنيسة مش محتاجة إصلاح. حضرها وبصوته، وحضرها وتكلم بصوته، وأنا أعرف صوته جيدا، الأب أنستاس الصموئيلي، وأيضا أسقف من المعادي اسمه الأنبا دانيال ما أعرفوش، وآخر. وهذه اللجنة بالصوت اللي حضرتك تقدر تحطه دلوقتي على لا طبعا أنا لازم أتحقق الأول إيه ده عشان تسمعه، بتقول أن عدد الذين يشهرون إسلامهم يوميا يتراوح بين 80 و200 شخص. 80 و200 شخص و200 شخص بالصوت اهو. واذا ما كانش ممكن ان السي دي ده يتسمع دلوقتي على البرنامج، ده طبعا ما اقدرش. احنا ممكن نسمعه لاي حد عايز يسمعه على السايت بتاعنا. من 80 ل 200 شخص. وانتهت هذه اللجنة برئاسة الأنبا بخوميوس، وعرفت بلجنة الأنبا بخوميوس، إلى أن عدد الذين يشهرون إسلامهم سنويا في مصر في المتوسط 50,000 شخص. لو ضربت 50,000 شخص في مدة طولها 36 سنة. لا ما مش 50,000 طول ال 36 سنة يعني. طيب لو ضربتها في ال 36 سنة هيبقى 1,800,000. هنقول انه مش بالظبط كده 50، هنقول انه 1,400,000 على الاقل تركوا المسيحية واشهروا اسلامهم خلال هذه الحقبة. مع العلم ان اللجنة بالصوت على هذا السي دي بتقول ان هؤلاء الذين اشهروا اسلامهم مفيش حاجة اسمها خطف، والناس كانت تستطيع أن تقول لا، والسي دي أهو. فالآن فقد من الكنيسة الأرثوذكسية، قلنا بلاش 1,800,000 بناء على الحسبة دي، قلنا 1,400,000 بناء على هذا الشريط. ثم كم عدد الذين تسربوا إلى الكنائس الإنجيلية؟ يعني أنت عايز تقول إن في 1,000,000 مسيحي و8 أسلموا خلال السنوات الماضية؟ نعم. ولم يعودوا مرة أخرى للمسيحية؟ نعم. أهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهرة. ضيفنا الأنبا ماكسيموس. موضوعنا عن خلافه ومستقبل كنيسته في ظل الأحكام التي صدرت ضده. ما هي الأشياء الأساسية أو جوهر ما تدعو إليه كما قلت لك؟
اولا عايز اؤكد واحدد، انا لست في خصومه ولا خلاف لا مع البابا شنوده ولا مع اساقفه مجمعه في كنيسه الاسكندريه. انا في قضيه مع شعبي، والقضيه التي اكافح لاجلها مع شعبي تتضمن النقاط التاليه: واحد، ان 1.4 مليون على الاقل، ده انا نزلتهم 1.4 مليون عشان خاطرك، لكن عشان خاطري ليه هتبقشش عليا؟ هعمل لك ايه؟ قلت لي دول كتير، السي دي بيقول انهم 1.8 مليون. 1.4 مليون يعني هتبقشش عليا بنص مليون؟ مليون وربع تركوا المسيحية وأشهروا إسلامهم بشهادة اللجنة الخماسية برئاسة الأنبا بخوميوس مطران البحيرة.